سمارة تعيش على وقع حدث مهم سيساهم في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية والسياحية وتقوية بنيتها التحتية. مطار سمارة استقبل أول رحلة جوية، وبالتالي الإعلان عن انطلاق الخط الجوي المباشر من مطار محمد الخامس الدولي في اتجاه مطار سمارة. التفاصيل مع سعيد الأدريسي، محمد شكير ورضا فجاح. مطار سمارة ووصول أول طائرة مدنية قادمة من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء لتعلن بذلك عن انطلاق أول خط جوي مباشر ومنتظم، حدث مهم يعزز الاندماج الجهوي ويدعم جهود التنمية بالأقاليم الجنوبية. انطلاق الخط الجوي يشكل تحولا في البنية اللوجستيكية بالمنطقة، ويندرج ضمن الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. هذا الخط غادي يلعب واحد الدور كبير فيما يخص الترابط الاقتصادي والتقوية ديالو، لأنه مدينة سمارة مطالبة مستقبلا بلعب دور كبير محوري إلى ما رجعنا إلى الطريق اللي الآن في طورها النهائي ما بين أمقالة وتفاريتي، وكذلك الإعلان على بداية دراسة منطقة لوجستيكية في هذه المنطقة الحدودية مع الجارة موريتانيا. إضافة إلى هذا غادي إن شاء الله بتشاور وتنسيق تام مع القوات المسلحة في توسيع المطار وتوسعة السعة لإمكانية استقبال طائرات أكبر. جهة العيون قطعت شوط كبير في إطار دعم النقل الجوي. نحن على مستوى جهة العيون الساقة الحمراء اللي بقى عندنا معطل هو السمارة، واليوم جاء بمناسبة الذكرى ال50 المسيرة الخضراء، بمناسبة عيد الوحدة، يعني انخراط الحكومة في هذا الورش. كل المتدخلين تعاملوا بهذا الورش عنه مشروع وطني وتم إخراجه الوجود. خطوة ستساهم في تحفيز الدينامية تماشيا وتنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية من خلال تشجيع المبادرات وتعزيز التنمية السياحية ورفع جاذبية مدينة سمارة كوجهة واعدة للاستثمار، وبالتالي ترسيخ موقعها الاستراتيجي كحلقة محورية في الدينامية التنموية للأقاليم الجنوبية بالمملكة. 50 سنة للمسيرة الخضراء، استرجاع أقاليمنا الجنوبية العزيزة. المسألة الثانية هي 31 أكتوبر، الاحتفال بعيد الوحدة. المسألة الثالثة هو هذا المطار الحمد لله اللي غادي يفتح لنا المجال ويسهل لنا المشي إن شاء الله بين المدن الشمال، وهذا انتصار كبير بالنسبة لإقليم السمارة. وهذه احتفال ينضاف الاحتفالات والإنجازات التي تتكرس يوم بعد يوم في الأقاليم الجنوبية، خاصة مدينة سمارة. مدينة سمارة الحمد لله اليوم ضافت الجميع المدن الباقي الجنوبية وتم ربطها بالخطوط المدنية، والحمد لله الخط الأول اليوم سيكون بين السمارة والدار البيضاء مرتين في الأسبوع. الخطوط الملكية المغربية قامت بوضع برنامج جوي مكثف يربط بين مدن العيون والداخلة وقلميم وطنطان والآن سمارة مع مدن الدار البيضاء، الرباط، مراكش وأكادير، بوتيرة 63 رحلة أسبوعيا اللي كتوفر ما يناهز بمليون مقعد للمسافرين سنويا. تعزيز الربط الجوي بمختلف الأقاليم الجنوبية يدخل في إطار استراتيجية الخطوط الملكية المغربية، والهدف فك العزلة عن الأقاليم الجنوبية ودعم التنمية السياحية والاجتماعية بالمنطقة. إنجاز سيشكل لبنة جديدة في مسار تقوية الربط الجوي بالأقاليم الجنوبية مع باقي جهات المملكة، وينضاف إلى باقي المشاريع التنموية المهيكلة بالمنطقة.